جددت جمهورية الدومينيكان اعترافها المطلق بمغربية الصحراء، مؤكدة أنها تنظر بشكل إيجابي لفتح قنصلية لها بمدينة الدخلة. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن وزير العلاقة الخارجية لجمهورية الدومينيكان السيد روبرتو الفاريز بعث برسالة لنظيره المغربي رفع من خلالها إلى العلم السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باسم رئيس جمهورية الدومينيكان فخامة السيد لويس أبي نادير موقف بلاده المتعلق بقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته: تجدد جمهورية الدومينيكان اعترافها المطلق بمغربية الصحراء، مبرزة أن وزارة العلاقة الخارجية للجمهورية تنظر بشكل إيجابي لفتح قنصلية لها بمدينة الدخلة.